حبايب قلبي عاملين ايه؟ يلا نشوف قصتنا بتحكي عن ايه النهاردة. بس قبل ما نبدأ القصة بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتقولولي رأيكم في القصة في الكومنتات. حور كانت طفلة بريئة، لكن حياتها من أول يوم كانت مليانة وجع. أبوها كان راجل غني جدا وعنده شركة كبيرة. حور كانت بتشوف أبوها دايما بيعامل أمها معاملة مش كويسة خالص، ضرب وشتيمة وإهانة. وما اكتفاش بده بس، ده كمان اتجوز ست تانية وخلف منها بنت، وكان بيعاملهم كويس جدا، وكان بيفرق بين حور وبنته من مراته التانية اللي اسمها سلمى. سلمى كان ليها كل الدلع، اما حور وامها كان بيعاملهم اسوأ معاملة. وامها كانت صابرة ومستحملة. ام حور كانت حامل في ولد وكانت في الشهر الثامن، وطبعا مرات ابوها وبنتها كانوا غيرانين وخايفين الابن اللي هيجي ده ياخد منهم كل الاهتمام. وفي يوم سلمى قررت تقتل الطفل ده. جابت اقراص للاجهاض وحطتها لام حور في العصير، وقالت لها اتفضلي يا طنط، عملتلك العصير ده. مامة حور اخدت العصير منها وقالت لها شكرا يا بنتي، تسلمي. واول ما شربت العصير حست بوجع شديد جدا في بطنها ووقعت على الارض. للأسف مش الطفل بس اللي مات، ام حور كمان ماتت وهي شايلة روح في بطنها، وسابت حور لوحدها في الدنيا. ومن يومها بدأت حياة حور الجحيم الحقيقي. خلصت حور الثانوية العامة وجابت مجموع عالي جدا وكانت من الأوائل. كان حلمها تدخل كلية طب، بس في نفس الوقت أختها سلمى جابت 60% بس، وطبعا باباها حرمها من حلمها وقال لها انت هتدخلي طب ازاي، اختاري اي كلية تانية، علشان سلمى جابت مجموع قليل ومش عايزة ازعلها. ودخلت حور اي كلية واتحرمت من حلمها بسبب سلمى. ولما كانت حور بتطلب من باباها لبس او اي حاجة، كانت مرات ابوها بتقوله وليه نجيب لبس جديد، هي خسارة فلوس وخلاص، ما تاخد لبس سلمى القديم، ما هما مقاساتهم زي بعض. كان دايما رد فعل الاب اللي انت شايفاه صح اعمليه. وهكذا كل ما حور تطلب حاجة يكون الرد مش وقته، يا اما مفيش. حور كانت بتكره سلمى ومش بتطيق حتى تشوفها قدامها، وكانت شايفة انها السبب في كل حاجة وحشة حصلت لها في حياتها. وفي يوم من الايام حور كانت معجبة بريان زميلها في الكلية، كانت بتحبه جدا، ومن اول ما تقابله وهي اتعلقت بيه. كانت كل يوم بتحلم باليوم اللي تلبس الفستان الابيض لحب عمرها ريان. لكن سلمى اختها طبعا اول ما عرفت ما ضيعتش الفرصة، وراحت قالت لريان ان حور بتعملها وحش وان هي اللي مظلومة، وكرهت ريان في حور واخدته هي وفضلت تعلقه بيها. وفعلا ريان نسي حور تماما وتعلق بسلمى، وبدأ يشوف ان هي اللي بريئة، وحور كانت بتموت في كل لحظة بتشوف ريان مع اختها. وكانت بتموت اكتر لما ريان كان بيتجاهلها، ولو اتكلمت معاه كان بيكلمها باسلوب وحش جدا. في الوقت ده سلمى كانت واخدة ريان تسلية كده علشان تغيظ اختها مش اكتر، لكن هي كانت عايزة شاب غني، وريان كانت ظروفه مش احسن حاجة. سلمى كانت في الوقت ده متقدم لها شخص ابن عيلة غنية جدا وابن صاحب باباها، بس قبل الخطوبة ب3 ايام عمل حادثة. وطبعا لان هو واهله قاعدين اصلا برا مصر، بعتولهم واعتذروا ان ابنهم عمل حادثة كبيرة جدا، وكل الاطباء قالوا انه مش هيمشي تاني وهيفضل على كرسي متحرك طول حياته. طبعا سلمى انهارت وقالت لباباها انا مستحيل اتجوز سليم بعد الحادثة دي، انا مش هدفن شبابي معاه. باباها قال لها انتي عارفة انا هخسر قد ايه لو الجوازة دي ما اكتملتش، والشركة هتتأثر لو خسرت العيلة دي بالذات. سلمى قالت لباباها وليه تخسرهم اصلا، ما حور موجودة تتجوز هي سليم. باباها شاف ان ده حل كويس وراح يكلم حور في الموضوع، وقال لها اعملي حسابك انتي اللي هتتجوزي سليم. حور وقفت مصدومة وعينيها دمعت وقالت له ليه انا اللي اتجوز سليم يا بابا،
ليه انا اللي اتجوزه بعد الحادثة؟ مش ده يا بابا اللي كنت عايزه لسلمى لما كان بيمشي على رجليه؟ دلوقتي عشان ما بقاش عاجب الست سلمى عايزني انا اللي اتجوزه؟ انهارت حور، بس بعدها استسلمت وقالت لنفسها على الاقل لو اتجوزت شخص قعيد هضمن انه مش هيخونني زي ما بابا خان امي. وقررت تتخلص من الظلم وتسافر لسليم عشان يتجوزوا. وفي ليلة سفرها راحت تزور قبر امها، قعدت قدامه والدموع نازلة من عينيها وقالت: يا امي انا رايحة ابدأ حياة جديدة، يمكن تكون احسن من اللي فات، يمكن ارتاح، بس والله يا امي عمري ما نسيتك وعمري ما هسامح اللي كسر قلبك. حور سافرت وقطعت كل صلة بابوها، حتى رقم موبايلها غيرته. ولما وصلت بيت سليم كانت متوقعة انها هتلاقيه على كرسي متحرك محتاج رعاية بقى طول عمره وكده. لكن كانت المفاجأة سليم واقف قدامها. سليم بيبصلها بابتسامة دافية، قال لها بهدوء: انا مش قعيد يا حور، انا عملت الفيلم ده علشان اختك، كنت عايزة اشوف لو بتحبني انا ولا فلوسي. وللأسف اول ما سمعت بالحادثة سابتني زي ما انا كنت متوقع بالظبط، بس انا كان لازم اعمل كده علشان اخدك. عارف الظلم اللي انتي كنت بتتعرضي له، بس صدقيني انا هعمل المستحيل علشان اساعدك. في اللحظة دي حور حست انها لأول مرة في حياتها فرحانة من قلبها. بدأوا يتكلموا ويحكوا لبعض عن حياتهم، وبدأ الإعجاب بينهم يكبر يوم بعد يوم. سليم حب حور مش لجمالها بس، لكن لقلبها النظيف اللي ما بيبصش للفلوس ولا للمظاهر. اتجوزوا وعاشوا حياة هادية ومليانة حب ودفى، وحور اتعلقت بسليم وبقى كل حياتها، وسليم ما بقاش يقدر يعيش من غير حور ثانية واحدة. وبعد سنتين جابت حور طفل زي القمر، وسليم كان طاير من الفرحة. اما سلمى بعد ما الكل عرف انها طماعة وما بتحبش غير مصلحتها الناس بعدت عنها. ريان نفسه شافها بتكلم شاب اغنى منه وفهم حقيقتها وسابها. وفي الاخر سلمى لقت نفسها وحيدة وخسرت كل حاجة حتى احترام الناس. وفي النهاية عايزة اقول لكم لا يحيق المكر السيء الا باهله. سلمى عملت المستحيل علشان تدمر حياة حور، بس في النهاية حور برضو هي اللي انتصرت وسلمى خسرت كل حاجة.